وصلوا المملكة عنده، واهل المملكة كلهم كانوا واقفين في المينا مستنيين وصولهم. الناس واقفة كده بقى، ودي قامت نازلة من مركبة اول ما القارب الحجري اتفصل عن السفينة وتعويذة الست العجوزة كملت، العاصفة شدت جدا والامير اخيرا صحي من مكانه. ام عمر راحت خلاص. ويا عالم هنشوفها تاني ولا لا. الامير اول ما طلع على سطح المركب لقى عمر عمال يتمرمغ في الارض زي العيال الصغيره المزعجه، عمال يقول عايز ماما عايز ماما. والاميره قامت داخله عليه بهدلته. بالذمه انت عندك ضمير؟ نايم وحاطط في بطنك بطيخه صيفي، سايب مراتك حبيبتك اللي زي القمر وضناك الواد الزنان ابن الزنانه ده كده في العاصفه يحصل لهم اللي يحصل لهم. كان يوم ما طلعتلوش شمس، اليوم اللي انا قلت فيه موافق ده، وقامت سايباه ونازله. الامير استغرب جدا رد فعل الاميره وطريقه كلامها، مش متعود منها على كده نهائي. طلع امتى ده؟ ولكن من حبه ليها عذرها، قال برضه اول مره تسافر والموقف كان مخيف، عدها لها المره دي، طلعت غشيمه برضه. بلاش تضايقها وخلاص. المهم مفيش حاجه بسيطه، ووصلوا المملكه عنده، واهل المملكه كلهم كانوا واقفين في المينا مستنيين وصولهم. اخيرا رجع لهم اميرهم حبيبهم ومعاه ابنه والاميره مراته اللي هتبقى الملكه بتاعتهم، الطيبه الحنينه، البلسم اتحط على الجرح يطيب. الناس كلها بتحلف باخلاقها وادبها. الناس واقفه كده بقى، ودي قامت نازله من مركبه. غضب ربنا على وشها، جرى الواد عمر في ايديها، والواد عمال يصوت عايز ماما عايز ماما، امه ماسكاه محدش فاهم ليه. اول ما نزلت على الرصيف الناس راحوا عشان يسلموا عليها، ودي اتجننت بقى. عطشانه من الصبح صايمه والشمس وايه دماغي قد كده. المهم الناس عذروها برضو، قالوا مش مشكله، اول مره تسافر برضو والجو كان صعب وقلب وكده، تلاقيها اتوترت، الموقف كان مخيف، نبقى نسلم عليها بعدين او بلاش احسن. الامير خدها وخد عمر وراحوا القصر بتاعه. واما النهار خلص الاميره خدت بعضها وطلعت اوضتها. في الاوضه اللي جنب اوضتها كان في شابين ولدين صغيرين كده بتاع ثالثه ثانوي 17 18 سنه كده. الاثنين دول قرايب الامير وجم عشان يحتفلوا برجوعه. المهم كلهم ناموا، وجه تاني يوم دي نازله من اوضتها مجنونه طايحه في الخدم مجرياهم قدامها، اللي بيبص لها بعين بتفقع له اتنين، واللي يقول لها صباح الخير بتسجنه. من على الصبح كده من اولها كده. في نظام جديد هيتعمل في المكان. القلعه اللي لا ليها لا ظابط ولا رابط دي خلاص محدش يقول لي صباح بلا ام عمر ولا مدير. اتجوز امنا الغلا وجابها لهم. يوم التاني التالت، ودي عامله قلق في المنطقه مبهدله الناس، غير قله ادبها اللي ملهاش زي. الخدم لاحظوا حاجتين. اول حاجه هي ما قربتش من الواد من ساعه ما نزلوا من السفينه. الواد ما بطلش عياط من ساعه ما جم عايز ماما عايز ماما، ودي ولا الهوا. هم قالوا لها الواد بيقول عايز ماما عايز ماما، قالت لهم الواد ده مش عايز اشوفه تاني، خدوه الواد الزنان ده، الواد ده ابن ابوه طالع رزل لابوه، الواد ده بيحررني. بيحررني، ببقى قاعده كويسه بيحررني بقى كده. ودي بقى خديه المصنن ده. يعني عمال يقول عايز ماما، اللي بيه على بطنه يقول عايز بابا. ما بطلش عياط. شوفوا الملاجئ هنا بياخدوا كام في الشهر. انا مش فاضيه في تسيب هنا. شوفي له شغلانه في القصر ولا ايه يعني 3 سنين. ايوه ايه المشكله 3 سنين اصغر منه فاتحين بيوت دلوقتي. انت هتاخديه وتمشي من قدامي ولا املك انت وهو؟ تاني حاجه هي ما حطتش في بقها لقمه من ساعه ما عتبت القصر. الاكل زي ما بيتحط قدامها زي ما بيتشال. للاسف حلقتنا خلصت، فهنكمل القصه الرهيبه المثيره دي في حلقه بكره. بين اوضتها واوضتهم حيطه، لما مره واحده قامت رافعه صباعها في الهواء وقالت باشاره من صباعي ابقى زيها باي.